زيارتي في هذه عاصمة المقاومة في الجنوب، ولها رمزية كبيرة جدا. وأشكر مؤسسة زبطوني التي هي عنوانها يكفي، عنوانها برنامج كافي، عنوانها يرجع إلى محمد الخامس وإلى المقاومة في أعز أشكالها ومظاهرها. شكرا لكم جزيل الشكر بمدينتكم، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم. محمد الخامس، أنا كنت صغيرا حيث شاهدت محمد الخامس بأذني، وكانت آلاف الجمال تركض إلى جانب الطريق، وكنت أعجب وأنا في سني بسرعتها من مواكبة الموكب الملكي الذي كان على سيارة مكشوفة. وكانت هناك أيضا قصة غريبة ببوزكان، حيث وصل بوزكان وكانت الخيول بكثرتها من كل الأطلس الصغير وبيت حمراء وغيره تمر، حتى يخيل للناس أنها كانت تمر ثم ترجع، وفي الحقيقة كانت بكثرتها لم تنتهي من المرور. هذا مما يدل على شكل من أشكال التجاوب الذي كان آنذاك في هذه المنطقة، حيث أتت زعامات القبائل من مالي ومن جنوب الجزائر ومن مولدار ومن كل أنحاء التطبيق العرش كرمز للمقاومة. وهناك من الزعماء منهم يدخلون الآن بهذه المدينة، وكان قد وفرت لهم الدولة الفرنسية آنذاك مشروع دويلة بجنوب الجزائر وشمال موريتانيا حيث الحديد، وتنجوم حيث النحاس، وجزء من الصحراء المغربية. ولما تواجدوا بالإليزيه قام شيوخ هذه القبائل العزيزة الشامخة فطرحوا سؤالا بسيطا على الدول: هل استشرتم مع سلطان المغرب؟ قالوا لا، لماذا نستشر؟ أنتم سلاطين في أرضكم. قالوا اسمح لنا، نحن لنا بيعة دينية مع سلطان المغرب. وفشلت هذه الخطة، وهنا من الرجالات الذين يعلمون هذه القصة، فلم تشبع بعض أنميم وأصحابها من البحث التاريخي في هذا الموضوع. نرجو للباحثين أن يزيدوا البحوث عن ما قامت به هذه المنطقة وكل المناطق المجاورة لها من كفاح نذير لهذا السلطان العظيم. سلطان عرف باستخدام الأرض، وعرف بمدارس محمد الخامس التعليم. بفضله نحن كنا في مدارس، يعني بفضل المقاومة. نحن كنا صغارا مع أخوالي حيث قاوموا الفرنسيين والإسبان، ضربوهم بالطائرات وقتلوا المواشي وفروا بنا كصغار، وهكذا وجدنا أنفسنا تحتضننا مدارس محمد الخامس، مدارس الدولة العربية. إذا عرفت تحرير الأرض وبالمدرسة، المدرسة سر نمو الأمم. ما فيش أمة نمت إلى نجد بدون التعلم والعلم. وعرف بتحرير الفتاة. أتعلمون ما معنى هذا 60 سنة؟ وقارنوا مع بعض الناس اليوم لتروا كيف محمد الخامس آنذاك ينادي بتحرير الفتاة، وقارنوا بما يقع الآن مع الأركان من العالم من ردة وتراجع وظلام، وكيف أممنا تتفكك. فحيا الله هؤلاء المقاومين وجزاهم جزاء كبيرا وشكرا عظيما. إخواني، اسمحوا لي إلى أنا أشرت لكم إلى ما يدور من حولنا كبلد، فإذا هم جاهدوا وقاوموا
من أجل أن يكون لنا وطن. ومحمد الخامس مقاومته لم تكن كمقاومة الرؤساء الآخرين، كانت بلدانهم واضحة وأمرهم بسيطة. محمد الخامس بلده لم يكن مستعمرة، كان محمية. فرق كبير. الدولة العربية الوحيدة اللي ما كانوا فيها الأطراف كانت دائما لها دولة منذ 12 قرن، والاستعمار لم يستطع أن يمحو أو يبوظ الدولة، حتى سمي المكتب الشريف الفسطاط والسكان الشريفة كعملة محمية. وكونها محمية جلبت لنا مشاكل، بحيث المستعمرون كانوا يعتقدون أن البلدان الأخرى هي ملك حفظوه، ملك لهم إلى الأبد، ومن مصلحتهم أن يزيدوه ويبيعون من أراضي الآخرين يعطوه لأنه ملك لهم، في حين أن احنا دارنا بحال إلى في دارة واحدة وما كانش مسؤول، ويبقى يفككها ويدير فيها أشياء غير واقعية ويعطي هذا وشوية لإسبانيا هذا وشوية لفرنسا هذا وشوية لهذا، لأنه ليس بيتهم ويعلمون أنهم راحلون، ولذلك فعلوا ما فعلوا بوطن محمد الخامس. وكان من الصعوبة المكان في جمع هذه الأشياء لأنها كانت محمية، في حين كانت المستعمرات تضم إليها الأراضي شرقا وغربا وجنوبا. ولا زلنا نعيش بعض المشاكل من هذه الظاهرة. صحيح أن هذه البلدان استقلت، ولكن ألا ترون أن في بلدان استقلت منذ 60-70 سنة أين توجد اليوم؟ هل هناك بلدان أصبحت عدة بلدان، أصبحت المناطق مفككة. بلدان كانت مستقلة ولم يكن هناك من يعتقد أنها ستتفكك يوما، وأن روابطها الدينية والوطنية والترابية والمؤسساتية بقيت إلى الأبد، والآن تتفكك. هذا ما معناه؟ معناه أن الاستقلال يسبغيت. الاستقلال هو قضية كل يوم، ليس الاستقلال هو اليوم الاستقلال، بل هو بداية الجهاد الأكبر. مع الأسف هناك من كان يعتقد أنه بداية الراحة الكبرى. استقلنا ودابا حوس 24 إلا بقات شوية البلاد جات تتحرك خليها تنبعث ولا تجري علينا. هذا خطأ فادح. الحياة قضية معركة كل يوم. الحياة كدراجة هوائية، إما أنك تتحرك وإما أن تسقط. كذلك الاستقلالات. والدرس اليوم من عيدنا بالاستقلال هو يجب أن نحمي استقلالنا كل ساعة وكل دقيقة وفي كل لحظة، وأنه ليس هناك شيء مضمون نهائيا إذا ما كانت القوة والعزيمة. نفس العزيمة عند محمد الخامس وعند الزرقوني وعند علي بؤيلة وعند المجاهدين الله يرحمهم كاملين. فعلى هذا الجيل أن يتجنب أن المغرب لا يمكن أن يبقى خارج الزوعة التي تفكك البلدان إذا ما كان هناك مجهود داخلي ذاتي وقوة ذاتية متراصة وتضحية بالعمل بالجد بالوقت، ولكن بالأنانية بالمصلحة الخاصة من أجل شيء من المصلحة العامة، من التوافق، من الانسجام. هذه الأشياء ضرورية لبقاء البلدان في هذه الأوضاع الراهنة. لا بد من العلم ولا بد من التقدم ولا بد من الحضور والمشاركة. الاحتكار كيوصل درجة كيقتل الأكسجين ما كيبقاش. وهذا هي المناعة ديال المغرب. المغرب لأنه بلد أول بلد منع فيه الحزب الواحد.
هذه البلدان التي تتفكر. لماذا؟ لأنها كانت تحكم برأي واحد وبهيئة واحدة وبثلث عسكرية واحدة، لا صوت ولا رأي ولا أخذ باعتبار مختلف الفئات بمصالحها، نهشتها الرشوة وعقلية الريع في البيروقراطية وصلت بها إلى درجة أن أصبح العمل والرياضة الوحيدة هو تقاسم الريع، يتقاسمون الريع. ايوه، ومن سينتج هذا الريع؟ والآخرين تقاسموا سيدي قاسم وتقاسموا الريع واللعب. ما هي النتائج؟ لا، ولما تدخل هذه العقلية بعض فئات المجتمع وتصبح فلسفة اندكتري نورمال القسمية. إذا ما هو الهاجس يبقى؟ الهاجس يبقى هو زيادة الريع. ماشي بنيان الريع، زيادته. شنو يخلص؟ الضرائب. واش غنساعد نخلصوا الضرائب باش يقسموا وحدي بيناتهم؟ لا، نحن دولة مفروض علينا العصرنة وتكافؤ الفرص والمشاركة والشفافية والمسؤولية. ولهذه الآية ندعو لفتح حوار وطني صريح ومناقشة مختلف الأفكار والتصورات بكل مسؤولية والتزام من أجل بلورة إجابات واضحة لكل القضايا والانشغالات التي تهم ساكنة المنطقة، وذلك في إطار الوحدة الوطنية والترابية للبلاد. النموذج التنموي. ايش يقول هذا النموذج التنموي؟ تعويض السياسات الاجتماعية الحالية باستراتيجية مندمجة لتنمية البشرية. أصبح من الضروري تجاوز السياسات الاجتماعية الحالية والتركيز على حظوظ التشغيل وتعزيز قدرات الأفراد. ومن شأن هذه القطيعة أن تقضي في أقرب الآجال إلى تعزيز دور التربية والمدرسة باعتبارها وسيلة لا مناص منها لإقرار مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز ألوج مناسب الشغل وتحمل المسؤوليات. ثم يقول التقدم ويقتضي نجاح النموذج التنموي الجديد. ماذا يقتضي؟ هل يكفي أن يكون عندنا خطاب ملكي ونموذج اقتصادي؟ هل يكفي أن نشخص الوضع؟ لا يكفي. تشخيص الوضع يجب إجابات ملموسة وعمل وخطة عملية. التشخيص وحده لا يكفي. النموذج التنموي الجديد وجود قيادة من مستوى عالي تتكفل بها هيئة عليا مكلفة بتتبع تفعيل النموذج التنموي للجهات الثلاث، وتوكل لها أساسا مهمة تقييم البرامج ووضع تعاقدات بين الدولة والجهة ودعم البرامج وتتبع إنجازات ومحاولة التطور وربط المسؤولية بالمحاسبات. وأعتقد أن هذا الخطاب وهذا البرنامج التنموي لا يمكن أن يمشي على قدميه لوحده. لا بد هناك من قوة كما كان أيام الاستقلال، قوة اجتماعية وروحية وفعالين ومجتمع ونخب جديدة تحمل هذا البرنامج، وإلا لا يمكن أن يحمل نفسه بنفسه. ولما جاء الخطاب على مشارف 2015 فتلك دلالة ورسالة واضحة أن للشباب المسؤولية الاندماج، مش الاندماج، المشاركة السياسية، الانكلوزيون، يلعب دوره وليسير الأمور في الاتجاه الذي تمشي في صالحه. وهذا لا يعني التخلص من فئات من مجتمعنا، لا، حاشا الله. كل الفئات يجب أن تكون لها حضور بتكافؤ الفرص، ولكن لا يجب على الأغلبية الصادقة أن تغيب نفسها وتشكي وتنتظر إنصاف صاحب الجلالة بإعطائها هذا النموذج وهذه الخطة، ولكن عليها أن تنصف نفسها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا.
السيد الوالي المحترم على هذه الإشراقات الوطنية الصادقة وهذه التوضيحات الشافية لمضامين الخطاب الملكي وللنموذج التنموي للأقاليم الصحراوية.